بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الجزء التاني من المفرش. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ من السطر ال15. احنا في السطر اللي تحت كان عندنا 5 من ال5 أعمدة، خلصوا معانا أول 5 أعمدة وخامس 5 أعمدة، فبقى عندنا 3 من ال5 أعمدة. هيبدأ معانا السطر التاني 5 أعمدة، تمام؟ فهترتفع كده في أول السطر ال15 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود. فكده بقى عندنا عمودين 3 4 5، دول كده تاني 5 أعمدة معانا في السطر في الجزء، تمام؟ هتشتغلي بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل دول كده يعتبروا تالت 5 أعمدة. هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4 5، دول كده تالت 5 أعمدة. بعدهم بيبقى فيه 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعندنا هنا غرزة الكلاستر هنشتغل عليها عمود. بعد العمود بتشتغلي سلسلتين، تمام؟ وده بداية التكرار السلسلتين دول، تمام؟ اللي هما بعد العمود اللي على غرزة الكلاستر. هنا بقى هنشتغل في الجزء اللي هو بيبقى البرواز والوردة جوه، تمام؟ فهتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، سلسلتين، وعلى العمود التالت بتشتغلي عمود. فكده على العمود التالت اشتغلنا عمود سلسلتين عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وعندنا 4 أعمدة هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4، وبعدهم سلسلتين، 1 2. عندنا بقى ال3 أعمدة اللي بعدهم، تمام؟ هتشتغلي على أول عمود عمود وسلسلتين، وترجعي تشتغلي 3 أعمدة، أول عمود منهم على أول عمود. يعني زي هنا كده اشتغلنا على تالت عمود عمود وبعدين سلسلتين عمود، هنا على أول عمود اشتغلنا عمود وبعدين سلسلتين وبدأنا أول عمود من التالت، وتشتغلي بقى على كل عمود عمود، وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين. ده كده بيبقى الشكل عندك، تمام؟ بعد السلسلتين بيبدأ بقى ايه زي ما انت شايفه ده كده الشكل عندنا، اللي هو كان غرزة كلاستر 3 من ال5 أعمدة غرزة كلاستر. فبتشتغلي على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلتي الأعمدة كده عمود، تمام؟ بعد العمود في 4 سلاسل، ما بين العمود وال5 أعمدة رقم 1 عندنا 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتشتغلي ال5 أعمدة رقم 1 على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5. بعد ال5 أعمدة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، يعني ما بين العمود وال5 أعمدة عندنا 4 سلاسل، لكن ما بين ال5 أعمدة واللي بعدهم 5. هتشتغلي بعد كده تاني 5 أعمدة، فبتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4 5. بعد ال5 أعمدة رقم 2 بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل ال5 أعمدة رقم 3 على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5. كده عندنا 1 2 3 من ال5 أعمدة، ما بين ال5 أعمدة رقم 1 ورقم 2 عندنا 5 سلاسل، رقم 2 ورقم 3 ما بينهم 5 سلاسل. أما بعد ال5 أعمدة رقم 3 فبتشتغلي 4 بس، 1 2 3 4، وبتشتغلي على غرزة كلاستر عمود. يبقى ما بين ال5 أعمدة رقم 3 والعمود عندنا 4 سلاسل، وما بين العمود وال5 أعمدة رقم 1 عندنا 4 سلاسل برضه.
بعد العمود بتشتغلي سلسلتين، وده بقى كده بداية التكرار معاكي، فبيبقى عندك 3 أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود، وبعدين بتشتغلي سلسلتين عمود على نفس العمود اللي هو التالت، وسلسلتين 4 أعمدة، سلسلتين عمود سلسلتين، وبعدين 3 أعمدة، وبتكرر. يبقى التكرار عندك من أول السلسلتين اللي بعد العمود اللي على غرزة الكلاستر، بتكرري كده بالشكل ده، تمام، لحد العمود اللي على غرزة الكلاستر، تمام. هتكرري كده بالشكل ده لحد آخر السطر. آخر السطر ال15 بعد ما كررتي واشتغلتي ال5 أعمدة اللي هما يعتبروا رقم 1، بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي على تالت سلسلة تقفلي بمنزلقة. كده بقى عندنا 1 2 3 من ال5 أعمدة، تمام. السطر 16 بدايته بتبدأ بتاني 5 أعمدة، فبترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4، وبارتفاع ال3 سلاسل، فكده عندك 5 أعمدة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل ال5 أعمدة اللي هم يعتبروا رقم 3. هتشتغلي على كل عمود منهم عمود. بعد ما اشتغلتي ال5 أعمدة رقم 3، تمام، اللي هم هنا رقم 2 بس هم في الأصل رقم 3، هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. أنا بحدد لك الرقم هنا عشان وانتي بتكرري تبقي عارفة إن دول رقم 3 بعدهم 4 سلاسل. هتشتغلي على العمود اللي كنا شغالين على غرزة الكلاستر عمود. بداية التكرار هتبدأ معاكي من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي، يعني انت دلوقتي اشتغلتي على العمود بتاع اللي كنا شغالين على غرزة الكلاستر عمود. بداية التكرار من على ال3 أعمدة اللي هما البروز معانا، هتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، مفيش فرق سلاسل بين العمود وال3 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وعلى نفس العمود بتشتغلي عمود، فكده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين عمود على ال3 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين، على العمود بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2، وعلى العمود الأول من ال4 بتشتغلي عمود، فكده عندنا 4 أعمدة، تمام. أول عمود منهم على عمود، عمودين جوه السلسلتين، عمود على أول عمود من ال4، تشتغلي سلسلتين وبتسيبي عمود 2، وعلى ربع عمود بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، وعلى العمود اللي قبل السلسلتين اللي بعده سلسلتين اللي هو قبل السلسلتين يعني بتشتغلي عمود. فكده الوردة عندنا فيها ده كده الجزء بتاع الوردة 4 أعمدة، سلسلتين 4 أعمدة، قبل ال4 أعمدة رقم 1 سلسلتين وبعدهم سلسلتين، تمام. عندنا ال3 أعمدة بتشتغلي على أول عمود منهم عمود وسلسلتين عمود، بعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. يبقى على ال3 أعمدة اشتغلنا على أول عمود منهم عمود سلسلتين عمود، وبعدين اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود. بعد كده بتتنقلي على العمود على طول، مفيش فرق سلاسل، بتشتغلي عليه عمود زي ما انت شايفة كده، عمود وبعدين ال3 أعمدة، وهنا ال3 أعمدة وبعدين العمود. هنا بقى الفرق ما بين العمود وما بين ال5 أعمدة 4 سلاسل، 1 2 3 4، ونشتغل ال5 أعمدة رقم 1 تمام، 1 2 3 4 5. يبقى قبل ال5 أعمدة رقم 1 بنشتغل 4 سلاسل، لكن بعدهم بتشتغلي 5، 1 2 3 4 5، ونشتغل ال5 أعمدة رقم 2، 1 2 3 4 5.
بعد الخمس أعمدة رقم 2 بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل الخمس أعمدة رقم 3، 1 2 3 4 5. كده بقى عندنا 1 2 3 من الخمس أعمدة. بعد الخمس أعمدة رقم 3 بتشتغلي 1 2 3 4، 4 سلاسل، تلاقي عندك العمود تشتغلي عليه عمود، ويبدأ بقى معاكي التكرار. تمام، هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. ما بيتكرر معاكي بتروحي على الثلاث أعمدة تشتغلي على كل عمود منهم عمود وسلسلتين، وترجعي تاني تشتغلي عمود على ايه، على تالت عمود، وبتكرري بقى. تمام، يبقى التكرار عندك بيبدأ من اول الثلاث أعمدة لحد الاربع العمود اللي ايه، اللي بعد الاربع سلاسل. تمام، اللي كان على العمود اللي على غرزة الكلاس. هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. اخر السطر 16 بعد ما كررتي واشتغلتي العمود على العمود وبعدين 4 سلاسل 5 أعمدة، بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة. السطر 17 بدايته هنشتغل على الخمس أعمدة على كل عمود عمود، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود، وتشتغلي على كل عمود عمود. فكده بقى عندنا 5 أعمدة. تمام، ودول الخمس أعمدة رقم 2. بعد الخمس أعمدة رقم 2 بتشتغلي 6 سلاسل، هيزيدوا سلسلة عن السطر اللي تحت، 1 2 3 4 5 6، وتشتغلي الخمس أعمدة رقم، يعتبر دول رقم 3. تمام، هتشتغلي كده على كل عمود عمود. كده 4 5. فاحنا كده اشتغلنا الخمس أعمدة رقم 2 6 سلاسل، 5 أعمدة رقم 3. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام، وهنا هتسيبي العمود اللي كنا شغالينه على العمود، ونبدأ بقى التكرار. هيبدأ معاكي من أول الثلاث أعمدة اللي هما البرواز اللي حوالين الوردة. هتشتغلي كده 3 أعمدة على كل عمود عمود. تكرار من أول الثلاث أعمدة، بتشتغلي بعدهم سلسلتين، وبتسيبي السلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين عمودين، 1 2، فكده بقوا 3. بتشتغلي على الأربع أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4، فكده بقى عندنا 7 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7. بعد ال7 أعمدة بتشتغلي سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين، وبنشتغل 7 أعمدة، 4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4، عمودين جوه السلسلتين، كده 5 6، وعمود على العمود، فكده بقى عندنا 7 أعمدة. تمام، يبقى احنا هنا من بعد الثلاث أعمدة سلسلتين عندنا 7 أعمدة سلسلتين، 7 أعمدة. بتشتغلي سلسلتين وتشتغلي، تسيبي بقى السلسلتين وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. تمام، ده كده الشكل عندك. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ومش بنشتغل على العمود، بنسيبه، وتبدأي تشتغلي أول 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. احنا هنا ما بين الثلاث أعمدة اللي هما البرواز يعتبر والخمس أعمدة رقم 1 اشتغلنا 4 سلاسل. بعد الخمس أعمدة رقم 1 بتشتغلي 6 سلاسل، زادوا سلسلة عن السطر اللي تحت، كده 1 2 3 4 5 6. نشتغل الخمس أعمدة رقم 2.
1 2 3 4 5. ما بين الخمس أعمدة رقم 1 والخمس أعمدة رقم 2 عندنا 6 سلاسل، وما بين الخمس أعمدة رقم 2 ورقم 3 برضو عندنا 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. تشتغلي الخمس أعمدة رقم 3. 1 2 3 4 5. 1 2 3. ما بين الرقم 1 ورقم 2 6 سلاسل، ما بين رقم 2 ورقم 3 6 سلاسل. بعد رقم 3 بتشتغلي 4 سلاسل بس. 1 2 3 4. ويبدأ بقى معاكي التكرار، بتسيبي العمود وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، وبعدين بقى بتشتغلي سلسلتين 7 أعمدة، سلسلتين 7 أعمدة. التكرار عندك من أول ال3 أعمدة تمام لحد ال4 سلاسل اللي بعد تالت 5 أعمدة. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال17 بعد ما اشتغلتي الخمس أعمدة اللي هم يعتبروا رقم 1 معانا تمام، بتشتغلي 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال18 بدايته هنشتغل على تاني 5 أعمدة، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود. كده اشتغلنا 5 أعمدة تمام. بعدهم بتشتغلي 7 سلاسل زادوا سلسلة عن السطر اللي تحت. 1 2 3 4 5 6 7 تمام. زادوا سلسلة عشان هنشتغل هنا غرزة كلاستر من 5 أعمدة، يعني ال5 أعمدة رقم 3 وال5 أعمدة رقم 1 هيخلصوا معانا. هنشتغل هنا غرزة كلاستر وهنا غرزة كلاستر. فانت دلوقتي اشتغلتي 5 أعمدة وبعدهم 7 سلاسل. هنشتغل غرزة كلاستر من 5 أعمدة نقفل بيها الأعمدة زي تحت كده، فهتشتغلي على كل عمود عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة. تاخدي اللفات كلها كده مع بعض في سحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر وقفلنا ال5 أعمدة اللي هم رقم 3، خلاص خلصوا معانا. هتشتغلي 4 سلاسل. 1 2 3 4، يبقى بعد غرزة الكلاستر عندك 4 سلاسل. التكرار هيبدأ معاكي من أول ال3 أعمدة اللي هم البرواز اللي حوالين الوردة تمام. هتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 سلسلتين، وبتشتغلي على تالت عمود عمود تمام. احنا الوردة تحت كانت عندنا عبارة عن 7 أعمدة سلسلتين 7 أعمدة تمام. هنا الوردة هتبقى عبارة عن 4 أعمدة، فاحنا كده اشتغلنا أول عمود منها على تالت عمود. هتدخلي تشتغلي عمودين وعمود على أول عمود من ال7، فكده اشتغلنا 4 أعمدة. سلسلتين، تسيبي عمودين 1 2، ويبقى فاضل عندك 4 أعمدة تشتغلي على كل عمود منهم عمود. 1 2 3 4 وسلسلتين، يبقى كده الوردة 4 أعمدة سلسلتين 4 أعمدة تمام. عندنا هنا 7 أعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود. 1 2 3 4 5 6 7. جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين 1 2، فكده بقوا 9 أعمدة. وعلى العمود هتشتغلي عمود وبعده سلسلتين تمام، فكده عندنا 10 أعمدة وبعدهم سلسلتين. على العمود بقى هتشتغلي عمود وتكمليهم 3 أعمدة اللي هم بتوع البرواز. يعني على العمود الأول اشتغلنا عمود سلسلتين عمود، وده العمود العاشر من ال10 أعمدة تمام. بعد كده بقى بتشتغلي عمودين، عمود على التاني وعمود على التالت.
في قلب الوردة هنا بعد البرواز عندنا سلسلتين 4 أعمدة، سلسلتين 4 أعمدة، سلسلتين 10 أعمدة، سلسلتين، والبرواز بقى اللي هو 3 أعمدة من الجنب ده و3 أعمدة من الجنب ده. تمام. بعد كده بقى بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. عندنا هنا 1 2 3 من ال5 أعمدة. أول 5 أعمدة هنشتغل عليهم غرزة كلاستر من 5 أعمدة وبيخلصوا بقى معانا في السطر ده. خلصوا معانا خلاص. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تاني 5 أعمدة بنشتغل على كل عمود منهم عمود. 1 2 3 4 5. بعد غرزة الكلاستر عندنا 7 سلاسل، وبعد ال5 أعمدة عندنا 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تالت 5 أعمدة هنشتغل عليهم غرزة كلاستر. تاخدي اللفات كلهم مع بعض كده بسحبة واحدة زي ما انت شايفة كده. أول 5 أعمدة وتالت 5 أعمدة خلصوا معانا. بعد غرزة الكلاستر 4 سلاسل، 1 2 3 4. ويبدأ بقى معاكي التكرار من أول ال3 أعمدة اللي هما البرواز. تمام. هتشتغلي 3 أعمدة، سلسلتين، عمود على العمود التالت، وبعدين بتدخلي تشتغلي العمودين والعمود، فكده بيبقى عندك 3 أعمدة، سلسلتين، 4 أعمدة. تمام. يبقى التكرار عندك بيبدأ من أول ال3 أعمدة لحد ال4 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال18 بعد ما كررتي واشتغلتي ال4 سلاسل اللي بعد ال3 أعمدة، هنا دول يعتبروا أول 5 أعمدة معانا، فهنشتغل عليهم غرزة كلاستر من 5 أعمدة. يعني آخر السطر عندنا غرزة كلاستر. بعد ما اشتغلتيها تاخدي اللفات كلهم مع بعض وتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتقفلي بمنطلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. فكده آخر السطر عندنا غرزة كلاستر 7 سلاسل، وكده كمل معانا الجزء. فعندنا غرزة كلاستر 5 أعمدة، غرزة كلاستر. السطر 19 هيبقى عندنا واحدة بس من ال5 أعمدة. تمام. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود، وتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود. كده بقى عندنا 5 أعمدة، وكده بقى عندنا واحدة بس من ال5 أعمدة. بعد كده بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. يبقى كده 5 أعمدة 7 سلاسل. على غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود، وبعد العمود بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. هنبدأ بقى نشتغل في الجزء اللي فيه البرواز والوردة. تمام. ده كده بداية التكرار معاكي. هنشتغل على 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. سلسلتين، عمود على نفس العمود اللي هو تالت عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين، عمود على التالت. تمام. سلسلتين. عندنا 4 أعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4. سلسلتين، وعلى ال4 أعمدة اللي بعدهم هنشتغل على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4. كده عندنا 4 أعمدة، سلسلتين، 4 أعمدة. بتشتغلي سلسلتين، وهنشتغل على أول عمود من 10 عمود، سلسلتين، وتسيبي عمود 2 وعلى التالت تشتغلي عمود، سلسلتين، وتسيبي عمود 2 وعلى التالت. هيبقى عندك هنا 4 أعمدة في الآخر، هتشتغلي على كل عمود منهم عمود. فكده 2 3 4. جوه السلسلتين عمودين، 1 2،
وعلى العمود بتشتغلي عمود. تمام. فاحنا كده عندنا من بعد السلسلتين عمود سلسلتين عندنا 4 أعمدة، سلسلتين 4 أعمدة، سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين 7 أعمدة. بعد ال7 أعمدة بتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي على أول عمود اللي اشتغلنا عليه العمود السابع، بتشتغلي عليه عمود وتكمليهم بقى 3 على كل عمود عمود. يعني من بعد ال7 أعمدة عندنا سلسلتين 3 أعمدة، زي ما هنا كان عندنا هنا في الجزء ده 3 أعمدة سلسلتين عمود سلسلتين، هنا عندنا سلسلتين 3 أعمدة. تمام. بعد كده بقى بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وعلى ال5 أعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود، فكده هيبقى عندنا واحدة بس من ال5 أعمدة. 1 2 3 4 5. بعد ال5 أعمدة في 7 سلاسل، قبلهم 7 سلاسل وبعدهم 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. على العمود على غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود، وبعد العمود 3 سلاسل ويبدأ معاكي التكرار. يبقى الجزء ده عندنا فيه 3 سلاسل، عمود على غرزة الكلاستر، 7 سلاسل، 5 أعمدة، 7 سلاسل، عمود على غرزة الكلاستر، 3 سلاسل. بعد كده بقى بيبدأ معاكي التكرار وبتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، وبتكرري من أول ال3 أعمدة لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود اللي على غرزة الكلاستر. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 19 بعد ما كررتي واشتغلت 3 سلاسل عمود، هنشتغل بعدهم 7 سلاسل. 1 بعد العمود 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتقفلي بمنطلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. فكده كمل معانا الجزء وبقى عندنا عمود 7 سلاسل، 5 أعمدة، 7 سلاسل عمود. تمام. السطر 20 هنشتغل على ال5 أعمدة على كل عمود، فبداية السطر هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي على كل عمود عمود. كده 2 3 4 5، فبقى عندنا 5 أعمدة. بعدهم هتشتغلي 8 سلاسل، زادوا سلسلة عن السطر اللي تحت. 1 2 3 4 5 6 7 8. على العمود هتشتغلي عمود، بعد العمود بتشتغلي سلسلتين، يعني قالوا سلسلة عن السطر اللي تحت. 1 2، ونبدأ نشتغل في الجزء بتاع الوردة. فهتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وهنشتغل 7 أعمدة، أول عمود منهم على العمود، جوه السلسلتين عمودين. 1 2، وبعد كده بتشتغلي على ال4 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4. يبقى احنا من بعد ال3 أعمدة سلسلتين اشتغلنا 7 أعمدة. بتشتغلي سلسلتين وعندنا تحت 4 أعمدة، هتشتغلي على أول عمود منهم عمود وبعده سلسلتين، بتسيبي عمودين، وابتداء من على العمود الثالث اللي هو الرابع عندنا هنشتغل 4 أعمدة، عمود على ربع عمود تحت، وبعدين عمودين جوه السلسلتين وعمود على العمود. فكده بقى عندنا 4 أعمدة، عندنا 7 أعمدة، سلسلتين عمود سلسلتين 4 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين عمود على العمود، سلسلتين عمود على أول عمود، سلسلتين، وبتسيبي عمودين، وعلى ال4 أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود. 1 2 3 4، وبعدهم سلسلتين، وبتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3.
بداية التكرار معاكي من أول التلات أعمدة. يبقى احنا عندنا الجزء ده كده فيه 3 أعمدة سلسلتين، 7 أعمدة سلسلتين، عمود سلسلتين، 4 أعمدة سلسلتين، عمود سلسلتين، عمود سلسلتين، 4 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة. ده كده الشكل عندك. تخلي بالك كده وانتي بتشتغلي عشان ده اللي هيديكي شكل الوردة. لو لخبطتي في أي عمود فيهم مش هيديكي الشكل المطلوب. تمام. بعد كده هتشتغلي سلسلتين، 1 2، وتشتغلي على العمود عمود. بعد العمود بتشتغلي 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى هنا في بعد التلات أعمدة في سلسلتين، عمود، 8 سلاسل، وبعدين بنشتغل ال5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5، 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، وعلى العمود نشتغل عمود. بعد العمود بتشتغلي سلسلتين. يبقى الجزء ده عندك فيه سلسلتين، من بعد التلات أعمدة عندنا سلسلتين، عمود على عمود، 8 سلاسل، 5 أعمدة، 8 سلاسل، عمود على عمود، سلسلتين. بعد كده بقى بيبدأ معاكي التكرار بإنك بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، وبعدين سلسلتين، وبتكرري بقى بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها. تمام. يبقى التكرار هيبدأ معاكي من أول التلات أعمدة لحد السلسلتين اللي بعد العمود. هتكرري كده لحد آخر السطر، والجزء بيكرر 6 مرات زي ما انت عارفة. آخر السطر 20 بعد ما كررتي واشتغلتي على العمود عمود بتشتغلي 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده الشكل عندك. السطر 21 هنشتغل على ال5 أعمدة غرزة كلاستر من 5 أعمدة، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود من غرزة الكلاستر، وهتشتغلي على ال4 أعمدة على كل عمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي منه لفة زي ما اشتغلنا الغرزة تحت. تاخدي اللفات كلها مع بعض كده بسحبة واحدة. كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 5 أعمدة. بعدها بتشتغلي 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى كده اشتغلنا غرزة كلاستر 9 سلاسل. على العمود بتشتغلي عمود. التكرار هيبدأ معاكي من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. بعد العمود مفيش سلاسل، هتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، سلسلتين، عمود على نفس العمود اللي هو التالت. احنا هنا هنشتغل 10 أعمدة. أول عمود منهم هو العمود اللي اشتغلناه بعد السلسلتين على العمود التالت. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وعندنا تحت 7 أعمدة هنشتغل على كل عمود عمود، فكده عندنا 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى كده عندنا 3 أعمدة سلسلتين، 10 أعمدة. بعدهم سلسلتين. على العمود بتشتغلي عمود، سلسلتين، وعلى أول عمود من ال4 بتشتغلي عمود وسلسلتين. فكده عندنا من بعد 10 أعمدة سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين. بعدهم هيبقى عندنا 7 أعمدة اللي هو بعد العمود سلسلتين، فهتسيبي عمودين وتشتغلي أول عمود من ال7 على العمود الرابع. جوه السلسلتين عمودين، فكده بقوا 3. على العمود عمود، كده بقوا 4. جوه السلسلتين عمودين، فكده 5 6، وعلى العمود عمود، فكده عندنا 7 أعمدة. بعد ال7 أعمدة بتشتغلي سلسلتين. عندنا هنا 4 أعمدة. على أول عمود منهم بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين، بتسيبي عمودين، وعلى العمود الرابع بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين. على ال3 أعمدة على أول عمود منهم بتشتغلي عمود، سلسلتين،
وترجعي تاني على أول عمود تشتغلي عمود وعمودين على كل عمود عمود. فكده عندنا من بعد السبع أعمدة سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين 3 أعمدة، يعني 3 من العمود. فكده الجزء ده عندك فيه 3 أعمدة سلسلتين 10 أعمدة سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين، هنا عندنا 2 من العمود، وبعدين 7 أعمدة سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين 3 أعمدة. بعد السبع أعمدة عندنا 3 من العمود. تمام. بعد كده بتشتغلي عمود على العمود على طول، مفيش فرق سلاسل. تمام. 9 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وتشتغلي غرزة كلاستر على ال5 أعمدة. على كل عمود من ال5 بتشتغلي عمود تسيبي منه لفة على الإبرة، تاخدي اللفات كلهم كده مع بعض بسحبة واحدة. تشتغلي 9 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عمود على العمود. فكده الجزء ده عندك فيه عمود 9 سلاسل غرزة كلاستر 9 سلاسل عمود، مفيش فرق سلاسل بين ال3 أعمدة والعمود أو العمود وال3 سلاسل. ويبدأ بقى معاكي التكرار 3 أعمدة سلسلتين عمود على 3 عمود، وبتكمليهم 10 أعمدة بالطريقة اللي اشتغلناها. يبقى التكرار عندك من أول ال3 أعمدة تمام بالشكل ده كده لحد العمود. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 21 بعد ما كررتي واشتغلتي على العمود عمود هتشتغلي 9 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبتقفلي منزلقة على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلتي الأعمدة. تدخلي كده وتسحبي الخيط وبتعدي من على اللفة اللي عليها. السطر 22 هنشتغل فوق غرزة الكلاستر بالطريقة دي. في أول السطر هترتفعي 4 سلاسل 1 2 3 4، دول كده بنعتبرهم عمود بلفتين. تدخلي جوه أول سلسلة تشتغلي عمودين. تدخلي كده جوه أول سلسلة تشتغلي عمود بلفة وعمود بلفة. احنا كده ارتفعنا 4 سلاسل وجوه أول سلسلة اشتغلنا 2 عمود بلفة. هتبان معانا بقى لما هنشتغلها من غير الارتفاع ده. تشتغلي بعد كده 3 سلاسل، تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي في نفس المكان على غرزة الكلاستر تشتغلي عمود بلفتين. تاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي كده على اللفتين اللي قفلناهم في الأول. تمام. تشتغلي عمودين بلفة 1 2. ده كده بيبقى الشكل عندك. لما هتتكرر هتبان معاكي أكتر. بعد كده هتشتغلي 7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7، وهنا عندنا بقى العمود بنسيبه مش بنشتغل عليه. هتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. بداية التكرار عندك هتبدأ من أول ال3 أعمدة. هتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. بعد ال3 أعمدة سلسلتين، وبتروحي على الأعمدة تشتغلي على كل عمود عمود لحد ما يبقى عندك 7 أعمدة 1 2 3 4 5 6 7. اشتغلنا كده 7 أعمدة على كل عمود عمود. تشتغلي سلسلتين عمود على تسيبي عمودين 1 2 وعمود على العاشر. احنا كان تحت عندنا 10 أعمدة. اشتغلنا على أول 7 أعمدة سيبنا عمودين وبعدين اشتغلنا على العمود العاشر سلسلتين، وبتشتغلي على العمود عمود وسلسلتين، وابتداء من على العمود هنشتغل 10 أعمدة عمود على العمود وعمودين جوه السلسلتين. فكده هيبقوا 3. تمام. وبنشتغل على كل عمود من ال7 عمود فهيكملوا 10. فكده 4 5 6 7 8 9
10. ده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. بعد ال10 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وبنشتغل 7 أعمدة. أول عمود منهم على العمود جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، فكده هيبقوا 3. على العمود عمود، فكده 4. جوه السلسلتين عمودين، كده 5 6، وعلى العمود عمود، فكده بقى عندنا 7 أعمدة. بعد ال7 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3. فاحنا كده في الجزء ده عندنا 3 أعمدة سلسلتين، 7 أعمدة سلسلتين عمود سلسلتين عمود، 10 أعمدة سلسلتين، 7 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة. تمام. هنسيب بقى العمود مش هنشتغل عليه، وبنشتغل 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى احنا من بعد ال3 أعمدة اشتغلنا 7 سلاسل، وهنشتغل بقى الغرزة اللي كنا بادئين بيها أول السطر. تاخدي هنا بقى هتبان معاكي، فهتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي كده على مطرح ما قفلنا غرزة الكلاستر، تشتغلي عمود بلفتين. احنا كنا في أول السطر اشتغلنا 4 سلاسل، واشتغلنا عمودين على أول سلسلة تحت. تمام. أما هنا بقى هنشتغل العمودين على أول لفتين تحت كده. تدخلي بالطريقة دي وتشتغلي 2 عمود بلف. 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي تاني في نفس المكان اللي هو على راس غرزة الكلاستر، تشتغلي في الأول عمود بلفتين. بعد كده تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي على اللفتين اللي قفلناهم في الأول، تشتغلي 2 عمود بلف. ده كده شكل الغرزة عندنا، ده كده شكل في الباترون، بيبقى ده كده تنفيذها. هتشتغلي بعد كده 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وتشتغلي على ال3 أعمدة. بداية التكرار بقى اللي هو على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، يعني مش بنشتغل على العمود خلاص معانا خلاص. تمام. احنا كده بقى عندنا 1 2 3 من العمود فوق بعض، بعد كده مفيش بقى عمود. هتكرري بقى نفس اللي اشتغلنا مع بعض من أول ال3 أعمدة لحد ال7 سلاسل. تمام. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر ال22 بعد ما كررتي وآخر حاجة اشتغلتيها 3 أعمدة، بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتقفلي المنزلقة، يعتبر كده على ربع سلسلة. تمام. ده كده الشكل عندك. واحنا الغرزة دي بتبان معانا بنشتغلها بالطريقة اللي شفتيها، وبتبان معانا ان احنا اشتغلنا 3 أعمدة بلفة على غرزة الحشو. تمام. زي ما انت شايفة كده، كأننا اشتغلنا 3 أعمدة على غرزة الحشو. السطر ال23 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود بلفة اشتغلناه على العمود. بعد كده هتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، والعمود هنا بلفة. كده يعتبر على ال3 أعمدة اشتغلنا على كل عمود عمود. بتشتغلي 3 سلاسل، تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه السلاسل، تشتغلي عمود بلفتين، 3 سلاسل، 1 2 3، وعمود بلفتين. يبقى جوه السلاسل اشتغلنا عمود بلفتين، 3 سلاسل، عمود بلفتين، 3 سلاسل، وبنشتغل على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3. تمام. يبقى احنا هنا عندنا 3 أعمدة بلفة، 3 سلاسل، عمود بلفتين، 3 سلاسل، عمود بلفتين جوه السلاسل، وبعدين 3 سلاسل 3. تمام. هنا 1 2 3، ونشتغل ال3 أعمدة على كل عمود عمود. يبقى هنا في 3 سلاسل، عمود بلفتين، 3 سلاسل، عمود بلفتين، 3 سلاسل، وال3 أعمدة زي ما انت شايفة كده. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. عندنا هنا ال3 أعمدة بنشتغل على كل عمود منهم عمود. 1 2
تلاتة، سلسلتين، عمود على تالت عمود، سلسلتين، وبنشتغل 4 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وتسيبي عمودين وتشتغلي على العمود عمود، سلسلتين وعلى العمود عمود، سلسلتين وعلى العمود عمود، وسلسلتين. عندنا كده 3 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. بعد كده هنشتغل على 10 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده اشتغلنا 10 أعمدة على كل عمود عمود. جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، فكده 11 12 على 7 أعمدة على كل عمود عمود، فكده بقى عندنا 13 عمود، 14 15 16 17 18 19. كده اشتغلنا 19 عمود بالطريقة اللي انت شايفيها، 10 أعمدة وجوه السلسلتين عمودين، وعلى 7 أعمدة على كل عمود عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، عمود على أول عمود، وسلسلتين، وبنشتغل 3 أعمدة، أول عمود منهم على أول عمود، وعمودين على التاني عمود، وعلى التالت عمود. تمام. احنا عندنا 3 أعمدة اللي من هنا و3 أعمدة اللي من هنا، دول البرواز. فاحنا عندنا الجزء ده بقى فيه 3 أعمدة، سلسلتين، عمود، سلسلتين، 4 أعمدة، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، وبعدين 19 عمود، سلسلتين، عمود على العمود الأول، سلسلتين، 3 أعمدة على كل عمود عمود. ده كده الشكل عندك. تمام. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنشتغل زي ما اشتغلنا كده في الأول. تمام. السطر ده بس اللي أنا هشتغل معاكي الجزء ده للمرة التانية، أما بعد كده بداية التكرار هيبقى بداية التكرار معانا من أول السطر. تمام. فهنا هنشتغل على العمود عمود، وعلى تاني عمود عمود، والأعمدة هنا بلف، يعني ال3 أعمدة اللي جنب بعض دول بلف. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي تشتغلي جوه ال3 سلاسل عمود بلفتين، 3 سلاسل، عمود بلفتين، 3 سلاسل، وبتشتغلي هنا 3 أعمدة بلفة على كل عمود عمود. 1 2 3، فده كده بيبقى الشكل عندك. 3 أعمدة بلفة، 3 سلاسل، جوه السلاسل بنشتغل عمود بلفتين، 3 سلاسل، عمود بلفتين، وبعدين 3 سلاسل، 3 أعمدة بلفة. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ويبدأ بقى معاكي التكرار من أول ال3 أعمدة. يبقى التكرار هنا من أول ال3 أعمدة اللي هما البرواز معانا. تمام. بالشكل ده كده تشتغلي ولحد ما تشتغلي ال5 سلاسل اللي بعد ال3 أعمدة بلفة. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 23 بعد ما كررتي واشتغلتي ال3 أعمدة اللي هما البرواز معانا، بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. في السطور الجاية الجزء ده هيزيد معانا. تمام. الجزء اللي عند الوردة بعد كده هيبتدي يقل، فهنا الجزء ده هيزيد معانا، فعشان كده هيبقى بداية التكرار معاكي من الجزء ده. تمام. من أول السطر، أول السطر ال24 هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي على العمودين على كل عمود عمود،
1 2 3 سلاسل 1 2 3 وبتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي 9 أعمدة بلفة. العمود هنا بلفة. تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى كده اشتغلنا 9 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جوه ال3 سلاسل اللي ما بين الاتنين عمود بلفتين. هتشتغلي بعد ال9 أعمدة 3 سلاسل 1 2 3 وتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود والعمود بلفة. 1 2 3. يبقى ده كده بداية التكرار معاكي. 3 أعمدة 3 سلاسل جوه ال3 سلاسل ما بين الاتنين عمود بلفتين 9 أعمدة 3 سلاسل وبعدين بتشتغلي 3 أعمدة. تمام. على كل عمود وال3 أعمدة دول برضو بالوزن 3 أعمدة من هنا و3 أعمدة من هنا. هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل 1 2 3 4. تاخدي بالك كده ان الفرق هنا بقى 4 سلاسل. هتشتغلي البرواز، يعني احنا كده هنشتغل في الجزء بتاع الوردة اللي هو البرواز والوردة. فهتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي على العمود عمود. تمام. يبقى احنا هنا ما بنشتغلش على العمود، بنشتغل عليه 3 أعمدة، ما بنشتغلش بقى زي تحت كده سلسلتين وعليه عمود، لا بنشتغل على طول على العمود. بعد العمود بتشتغلي سلسلتين وعلى أول عمود من ال4 بتشتغلي عمود سلسلتين، تسيبي عمودين وعلى العمود الرابع بتشتغلي عمود وسلسلتين وعلى العمود بتشتغلي عمود وسلسلتين. فاحنا كده من بعد ال3 أعمدة عندنا 4 من العمود 1 2 3 4 من كل عمود اللي بعده سلسلتين. على العمود هتبدأي تشتغلي 7 أعمدة. على العمود عمود جوه السلسلتين عمودين فكده بقوا 3. على العمود عمود فكده بقوا 4. جوه السلسلتين عمودين كده بقوا 6 وعمود على العمود فكده بقى عندنا 7 أعمدة. من بعد ربع عمود سلسلتين عندنا 7 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين وهنشتغل برضو 4 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فهتسيبي عمودين وتشتغلي أول عمود من ال4 سلسلتين وتسيبي عمودين وهتشتغلي تاني عمود من ال4. يبقى المسافة تحت بنسيبها عمودين سلسلتين وبتسيبي عمود 2 وعلى التالت بتشتغلي تالت عمود سلسلتين وتسيبي عمود 2 وعلى التالت بتشتغلي ربع عمود وبعده سلسلتين. يبقى من بعد ال7 أعمدة عندنا 4 من العمود ما بين كل عمود اللي بعده سلسلتين. بعد كده بتسيبي عمود 2 وابتداء من على التالت هنشتغل 7 أعمدة. على كل عمود من ال4 بتشتغلي عمود 1 2 3 4. جوه السلسلتين عمودين 1 2 فكده بقوا 6 وعلى العمود عمود فكده بقوا 7. تمام. هتشتغلي سلسلتين وتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود 1 2 3. ده كده الجزء اللي فيه الوردة عبارة عن 3 أعمدة وعندنا 1 2 3 4 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين عندنا 1 2 3 4 5 من السلسلتين 7 أعمدة وهنا برضو عندنا 4 من العمود و5 من السلسلتين 7 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4 ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي. فهتشتغلي 3 أعمدة بلفة على كل عمود وبتكرري بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها. احنا هنا قبل ال3 أعمدة نفس عدد السلاسل بيبقى بعد ال3 أعمدة. فعندنا هنا بعد ال3 أعمدة كنا شغالين 4 سلاسل في الأول.
تمام. لما اشتغلنا في الاول يعني هنا قبلهم في 4 سلاسل، يعني لما هنيجي في اخر السطر هنشتغل 4 سلاسل، فهيبقى 4 سلاسل 3 اعمده، وفي الاخر 3 اعمده 4 سلاسل. هتكرري بقى الجزء ده من اول ال3 اعمده لحد ال4 سلاسل اللي بعد ال3 اعمده بتوع برواز الورده. تكرري كده، وزي ما انت شايفه الورده يعني بدات تبان معايا. تمام. هتكرري ونرجع نكمل. آخر السطر 24 بعد ما كررتي ووصلتي إن انت اشتغلتي ال3 أعمدة اللي على كل عمود بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. كده شكل المفرش معانا، وزي ما انت شايفة مفروض معانا جدا. انا كده وصلت معاكي لنهايه الجزء التاني من المفرش، وان شاء الله لما هنزل الجزء التالت هحطهولك في صندوق الوصف للجزء ده. تمام. وصندوق الوصف يعني بتدوسي على عنوان الفيديو بيطلع لك اللينك. دايما هعمل تعديل لما انزل الجزء التالت، هنزله برضو وهيبقى عندك في صندوق الوصف الجزء الاول والتاني والتالت. تمام. يعني انت اي جزء هتلاقيه موجود في صندوق الوصف. لو انت اول مره تشوفي الفيديو ده فهتلاقي الجزء الاول برضو في صندوق الوصف. تمام. دلوقتي هسيبكم في رعاية الله لحد ما نتقابل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.